فهي بيضايقها الأصابع دي حضرتك بتساوي المدافع والدبابات اللي عند السلطة، فده يحكي وهم القوة اللي عندهم وضعفه. في المقابل طب الأستاذ محمد ايه؟ الأستاذ بيشتغل ايه؟ الأستاذ محمد بيتكلم عن الإخوان. في فيديو للأستاذ محمد قبل الثورة على طول بيطالب بأخوانة الدولة. يا راجل حرام عليك. طيب هل الإعداد لديه هذا المقطع الفيديو الذي يتحدث عنه دكتور محمد؟ أنا عندي الفيديو ده موجود يا أستاذ محمد. طيب إذا كان الإعداد يستطيع أن يأتي بهذا المقطع. الشعب انتخب الإخوان، ما دام الشعب انتخب الإخوان يبقى أصحاب شرعية. دكتور يا أستاذ محمد ثواني، أنا دافعت عن إخوانة الدولة، وريني أتحداك. إذا كان فريق الإعداد لديه هذا المقطع الفيديو لو سمحت نعرضه دلوقتي لو سمحت. يلا. فيقوم يجي بقى سياده الدكتور محمد مرسي ده بجد بقى الراجل ده ربنا يعينه، وبجد يعني ربنا بقى ينزله ملائكه من عنده. صحيح. تمام. ويجي حضرتك بقى في مواجهه طوفان الفساد ده ويريد ان يخلق وطنا كل مشكلته انه يريد لهذا الوطن ان يكون وطن يعرف الله. يا اخي انهي احسن؟ اخوانه مصر؟ طب وماله؟ اخوانه مصر ولا امريكه مصر؟ اخوانه مصر ولا تهويد مصر؟ قلت لك انا مش اخوان، مش بدافع عن الاخوان خالص، والمسافه بيني وبينهم كتيره جدا. لكن لما كنت مشرف مثلا على صفحه نشاط الاحزاب المصريه، زي ما بدل الحزب الوطني فرصته ادي الاخوان فرصته، ادفع ثمن. طب وماله؟ ادفع ثمن، ومع ذلك لست اخوانيا. تمام. يبقى حضرتك السؤال هنا، انت واخد على الدكتور مرسي والاخوان المسلمين انهم بيخونوا مصر. طب يا ريت، طب بجد، وانا من اشد انصار الحريه والديمقراطيه. طب يا ريت. اخوانه مصر ولا تهويد مصر؟ اخوانه مصر ولا امريكه مصر؟ لا، يبقى اخوانه مصر. لكن ما انا بقول لحضرتك انك هنا هتصطدم بحاجات كتير. طب اللي حضرتك شايفه على شاشه التلفزيون اداه نقل خبر ومعلومه، ده صناعه خبر وصناعه معلومه. طيب هو بوقار، باحترام، بادب، قال يا جماعه المواد الدستوريه المختلف حواليها نحددها ونقعد نعمل وثيقه حول المواد دهيت، نعالجها من خلال وثيقه ونصلح المواد اللي موجوده. ده لو كانت القضيه قضيه دستور ولا مواد دستوريه، لا القضيه مش قضيه هتعرف المساله ما هياش كده خالص. طب اسال الناس اللي في الباديه، انت معترض على الدستور قريته؟ والله العظيم ثلاثه ارباع اللي بره، واقسم بالله ما عارف. طب معترض على الاعلان الدستوري، تعرف يعني ايه اعلان دستوري؟ والله العظيم ما يعرف. وعلى فكره يحق للدكتور محمد مرسي ان يصدر اعلانا دستوريا على فكره، ويحق له ان يتخذ بمقتضى الاعراف الدستوريه. هفترض البلد ما فيش دستور، لكن اللي اتعلمناه في كليه حقوق بمقتضى الاعراف الدستوريه يحق للسيد رئيس الجمهوريه باعتباره السلطه العليا وليس القضاء، لانه مش ممكن كل ما اعمل حاجه ورئيس الجمهوريه يجي لي القضاء يهدها. يبقى القضاء اللي بيحكم البلد، ما ينفعش. صحيح. ليك حدود تقف عندها، مناطق السياديه بتاعت رئيس الجمهوريه. يحق لرئيس، بل يجب، ده انا حاسبه لو هو اثر في ده، بل يجب على رئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من التدابير كلما كان الأمر متعلقا بحماية الإنسان أو حماية الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، كما تابعنا هذا المقطع للأستاذ محمد يوسف المصري الذي هو ضيفنا الآن في هذه الحلقة. أنا متمسك بكل حرف وأنا بتفق مع كل كلمة قالها الأستاذ. إذا أنت تناقض نفسك. لا بالعكس، متمسك بكل وشرفني جدا إن أنا قلت لها. يعني أنت بتقول أخوانة مصر إذا كان البديل هو إسرائيلية أو أمريكية، يا ريت لا يبقى أخوانا. لا، ويا ريت أخوانة مصر على حد تعبير. أنا بتفق مع الأستاذ محمد في كل كلمة. النص قال إيه؟ قال إذا كان أمريكا مصر أو إسرائيل مصر، لا يبقى أخوانة مصر. أنا عندي رأي لغاية النهارده. المقطع الآخر يا ريت يأخونوا مصر. يعني بعد في سياق منفصل. يا استاذ توفيق قلت ده مربوط بامريكا اسرائيليه اخوانا. اذا الثلاثه معروضين عليا لغايه دلوقتي اقول اخوانا احسن من امريكا واحسن من اسرائيل، لغايه النهارده اقول لك كده. طيب طب خلاص احنا بنقولها اتفضل يا دلوقتي أستاذ. لان قرارنا في امريكا.